السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية لدفعة 2025، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأسطورة في الجغرافيا السياسية والتاريخ. وهنتكلم إن شاء الله مع بعض على امتحان استرشادي رقم 4 لوزارة التربية والتعليم عام 2025. بصوا يا شباب، الامتحانات الاسترشادية بأمر الله يعني جميلة خالص، تمام، وبتقيس عندك حاجات كتير، تقيس عندك انت ماشي صح ولا غلط، أو مذاكر كويس أو ضعيف، إيه أخطائك، وتقدر تقف على الأخطاء الموجودة عندك وتعدلها مع نفسك إن شاء الله. بس أهم حاجة تركز معانا وفي المعلومات اللي هنقولها بإذن الله وهنا بنحل. السؤال الأول بيتكلم بيقول لك إيه؟ نفهم من السياسة الزراعية بمصر في العصر العثماني. كلنا عارفين إن الدولة العثمانية سياستها الزراعية كان حق انتفاع، وكان طبعا نظام ضرائب على الفلاحين، كان اللي بيجمع الضرائب من الفلاحين ملتزم. طبعا يعني سياستها كانت عبارة عن إيه؟ هل اعتماد الدولة على سياسة المحصول الواحد، ولا تخفيف الأعباء المالية على كاهل الفلاح، ولا حرمان الفلاحين من ثمرة جهودهم، ولا توجيه الدولة للنشاط الزراعي؟ طبعا هنا الإجابة الصح المفروض رقم ج، اللي هي حرمان الفلاحين من ثمرة جهودهم بسبب نظام الالتزام يا شباب وحق الانتفاع اللي كان مفروض على الفلاح. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ تأمين المجال الحيوي هو أحد أبعاد السياسة التوسعية عند محمد علي في النصف الأول من القرن التسعتاشر، لذلك ابتعد مضمون العبارة السابقة عن تفكير محمد علي عندما أراد ضمها. يعني عايز يقول لك جزء راحه محمد علي بس ما كانش مرتبط بالرابطة العربية، يعني هو ما راحوش بنفسه، يعني معناها هو ما راحش عشان يكمل الرابطة العربية، هو راح بأمر السلطان فيه. طبعا لو مركز، عندك رأس الخليج العربي ومنطقة النيل الأزرق وساحة سوريا الكبرى ومدينة عكا ودنجلة، هنختار رأس الخليج العربي لأن هنا راح بأمر السلطان العثماني محمد علي. السؤال رقم 3 بيقول لك لجنة التصفية، لجنة ميلنر، اللجنة العربية العليا، لجنة بيل. بعد قراءة اللجان السابقة أي منها كلفت بمهام غير سياسية؟ ركز، كلفت بمهام غير سياسية. أولا كان تشكيلها كرد فعل للحراك الفلسطيني اللي هي اللجنة العربية العليا، تمام، ودي كان هدفها سياسي. أثرت قراراتها سلبيا على المستوى المعيشي للمصريين، يبقى حاجة مرتبطة بالضرائب والديون والكلام ده كله، بالذات الديون يعني. طبعا اللي كان مرتبط بالديون لجنة التصفية، تمام، يبقى هنا ده سبب غير سياسي. بس نكمل الباقي. ج أثبت فشلها مدى نمو الوعي الوطني. طبعا معروف يا جماعة لجنة منر لما الشعب رفض يتفاوض معاه يبقى ده سياسي. كانت مطالبها تصحيحا لسياسة الانتداب على فلسطين. طبعا يا جماعة اللي هي اللجنة العربية العليا، واخدين بالكم؟ وهنا برضو رقم ألف كانت تنفع لجنة بيل يا شباب، واخدين بالكم؟ لكن هنا الإجابة الصح المفروض ناخد لجنة التصفية. لجنة التصفية هي اللي مهامها غير سياسية، اللي هي خاصة بالديون، يبقى نختار الإجابة ب يا شباب. أثرت قراراتها سلبيا على المستوى المعيشي المصري اللي هي لجنة التصفية، لأن بإصدار قانون التصفية كان سببه إلغاء قانون المقابلة، وطبعا ساءت من خلال أحوال الفلاح، وأصبح قانون التصفية هو أساس نظام مصر المالي حتى 1904. السؤال رقم 4 بيقول لك أجبر الملك فؤاد الأول على إعادة أول دستور مصري والحياة النيابية بإعاز من بريطانيا. يعني بريطانيا قالت لفؤاد لازم ترجع أول دستور مصري اللي هو دستور 1923 الذي دفع الإنجليز للإقدام على هذا. اللي يخلي الإنجليز يعملوا كده؟ الكلام ده كان في الثلاثينات. هل فشل يعني في 35 و36؟ هل فشل حكومات الأقلية، ولا ضغط الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول، ولا تلبد الساحة الدولية بغيوم حرب عالمية، ولا قيام الحرب العالمية بين المحور الحلفاء؟ طبعا الوقت اللي طلبت فيه انجلترا بالكلام ده كان في الثلاثينات، يعني 1935، تمام، وانت طالع لفوق. طبعا ده بسبب اقتراب الحرب العالمية الثانية، يبقى تلبد الساحة الدولية بغيوم حرب عالمية اللي هي الحرب العالمية الثانية، يبقى الإجابة ج. السؤال رقم 5 بيقول لك كانت نصيحتي بمثابة طوق النجاة للقارة الأوروبية قبل وقوعها في صراع إقليمي لا تحمد عقباه. طبعا نصيحتي بمثابة طوق للنجاة للقارة الأوروبية قبل ما يحصل صراع إقليمي، يعني الصراع بين دول أوروبا، قبل ما تبص للاختيار أكتر حدث حصل كان مرتبط بدولة تونس اللي هو مؤتمر برلين. واخدين بالكم يا شباب؟ مؤتمر برلين كان سابقه حاجة اسمها معاهدة سان ستيفانو اللي هي روسيا ومع الدولة العثمانية، وبعد كده بلغاريا بقت مخلب قط ليها. دي أكتر حاجة كانت تتوقع الأوروبيين في بعضهم. يبقى تعد المقولة السابقة لسان مين؟ هل مندوب بريطانيا العظمى في مؤتمر الأستانة؟ لا طبعا مندوب بريطانيا ما قالش كده خالص، هو قال إلا إذا حدث ما يؤدي إلى ذلك، يعني احتلال مصر يكون في الضرورة القصوى لدولة معينة لأسباب تخصها هي. ب مستشار دولة ألمانيا بعد معاهدة سان ستيفانو. طبعا يا جماعة مستشار الرئيس الألماني باسمارك. وجيم رئيس حكومة فيشي في وسط وجنوب فرنسا، ولا حاكم دولة إيطاليا؟
طبعا يا شباب هنا المفروض مستشار دولة ألمانيا بعد معاهدة سان ستيفن، يبقى الإجابة ب يا شباب، اللي هم كانوا عايزين يقسموا أملاك الدولة العثمانية اللي هي رجل أوروبا المريض طبعا بين الدول الأوروبية. 6. ظننت أن الريح في صالحي لأقيم حلمي السياسي. تمام، ظنيت أن الرياح في صالحي هعمل وأنفذ حلمي لما أحلم به في المجال السياسي على أرض أمثلها، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني أنا عندي هدف عايز أحققه على أرض أمثلها، لكن جات الظروف عكس ما أنا عايز. تعد المقولة الحالية لسان حال مين؟ المقولة السابقة دي يا شباب كانت مين يعني اللي تنطبق عليها؟ هل محمد أنور السادات، ولا الحبيب بورقيبة في تونس، ولا الحسين بن علي، ولا عبد العزيز آل سعود؟ هنا المفترض يا شباب تختار الحسين شريف بن علي لما كان بيقدم مطالب اللي هي مفاوضات حسين مكمهون اللي كان عايز يبقى هو بدل من السلطان العثماني ويستقل بمنطقة العراق وسوريا والخليج والحجاز واليمن وده كله، ولكن الكلام ده ما حصلش منه حاجة خالص. تمام كده يا شباب؟ السؤال رقم 7 بيقول التاريخ دروس وعبر. طبعا أي من القرارات، يعني إيه التاريخ دروس وعبر؟ يعني أنت من قراءتك للتاريخ تقدر تتعلم من أخطاء الآخرين وتستفيد منهم. أي من القرارات الآتية استفاد صاحبها من مضمون العبارة؟ صاحب قرار العبور في ضربة الاستباقية طبعا ده أنور السادات، ولا تحالف سلطان مراكش مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية اللي هو محمد الخامس، ولا تعلق بعض الشعوب بوعود ويلسون في الحرب العالمية الأولى، ولا اعتماد شريف مكة على حسن تقدير الحلفاء لمجهوداته في حربهم؟ طبعا التاريخ دروس وعبر، وأكتر درس الإنسان يتعلمه اللي هو تعلق بعض الشعوب بوعود ويلسون في الحرب العالمية الأولى، لأن طلع في الآخر كلامه على الفاضي ما نفذش أي كلام. يبقى نتعلم يا شباب من الوعود الفارغة. السؤال رقم 8 بيقول أصدر وزير الدفاع المصري بيانا في يونيو 2013. طبعا وزير الدفاع المصري طالما قال بيان في 23 يونيو 2013 ده المشير عبد الفتاح السيسي باسم القوات المسلحة. طبعا لو تفتكروا البيان إن الوظيفة الأخلاقية والدينية والوطنية لقواتنا المسلحة تحتم عليهم التدخل في شؤون مصر الداخلية منعا لانزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. تمام. وزير الدفاع لما أصدر بيان يهدف للحفاظ على كيان الدولة عقب طبعا البيان ده عمله متى؟ لما بدأت الشباب عاد متضايقين من الرئيس محمد مرسي وبيطالبوا بسحب الثقة منه. يبقى هنا المفروض الإجابة ألف تصاعد دعوات سحب الثقة ليها، لأن إصدار دستور 2014 جاء بعد ده كله. اعتصام ميدان رابعة جاء بعد ما أصدروا بيان بخلع مرسي. ده العزل الرئيس محمد مرسي يعتبر مرتبطة بجيم، فهي الإجابة ألف اللي هم لما الشباب كانوا رافضين النظام بتاع مين؟ جماعة حرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين في مصر في ذلك الوقت. تمام كده يا شباب؟ نيجي بعد كده يا شباب للسؤال رقم 9. بيقول لك يا السؤال رقم 9 بيقول أي من الأحداث التالية أطاحت بأحلام الفرنسيين في مصر في نهاية القرن الثامن الميلادي؟ طبعا في حدث أطاح بأحلام الفرنسيين في مصر في نهاية القرن الثامن الميلادي. طبعا المفروض هنا يا جماعة الثامن عشر 18. طبعا هنا المفروض يبقى القرن هي 18 يعني 1798 إلى وجود الحملة الفرنسية في مصر. ما علينا. إيه أكتر حاجة ضيعت أحلام فرنسا؟ بص يا شباب، السبب الرئيسي وراء ضياع كل أمل رسمها فرنسا في مصر أيام الحملة الفرنسية هي معركة أبو كر البحرية. ده السبب الرئيسي ورقم 1 و2 و10. يبقى هنا طبعا تحطم البحرية الفرنسية اللي هو معركة أبو كر البحرية. هنا جايب لك قطعة بيقول لك إيه تعريف الاحتكار. الاحتكار هو أن تقوم الحكومة ممثلة في محمد علي بالإشراف على الاقتصاد جملة وتفصيلا من خلال تحديد نوع الغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج وتحديد أثمان شرائها من المنتجين وأثمان بيعها في السوق. السؤال بيقول جاء تطبيق السياسة الاقتصادية الموضحة في النص بأثر إجابة على الزراعة تمام أو على الأرض الزراعية في مصر من حيث. طبعا السياسة الاقتصادية دي هتأثر إجابة على الزراعة من خلال هل ثبات الحيازة؟ بالعكس دي تغيرت الملكية الزراعية بل الأولى ما تنفعش. ارتفاع المستوى المعيشي للفلاح بالعكس. كل الإيجابيات وكل النواتج بتاعت الزراعة وغيرها كانت بتعود للدولة بس. تمام. جيم إرسال بعثات لتطوير منظومة الري ولا استبعاد الخبرات؟ طبعا يا جماعة المفروض إرسال بعثات لتطوير منظومة الري. تمام يعني تحسين شؤون الزراعة في مصر. السؤال رقم 11 بيقول بغرض تحجيم التطلعات التوسعية الإنجليزية لقلب القارة الأفريقية في أواخر القرن ال19 الميلادي قام الفرنسيين بها. طبعا الفرنسيين
عايزين يحجموا تطلعات انجلترا التوسعية لقلب القارة الأفريقية. لو انت فاكر ومركز ومصحصح تعرف ان الحدث اللي حصل اواخر القرن 19 في 1889 اللي هو يا شباب لو مركز ان فرنسا اتجهت لمنطقة فاشودة بالسودان وسيطرت عليها. في البداية حصلت اشتباكات بينها وبين انجلترا بس انتهت لتصالح. هو اكتر حاجة عملتها فرنسا عشان تمنع من انجلترا انها تزيد في التوسعات في افريقيا. طبعا هنا هتركز في الاختيار هتلاقيها رقم د اللي هي بسط سيطرتها على مدينة فاشودة السودانية. السؤال رقم 12 بيقول استخدمت انجلترا فكرة الحلول البديلة لتعطيل الحياة النيابية بعد مقتل السير لستاك. طبعا بعد مقتل السير لستاك وتقديم سعد زغلول لاستقالته اعتراضا على مطالب انجلترا بسحب الجيش المصري من السودان، انجلترا خلت الملك فؤاد في الوقت ده كله يعمل وزارة ائتلافية. وزارة ائتلافية اللي هي وزارة عدلية، كان يعني وزارة بتتكون من أكثر من حزب سياسي بصورة مؤقتة. طبعا يبقى هنا يا جماعة بتشكيل وزارة عدلية كان أو وزارة ائتلافية. 13 يشير المانشيت الذي أمامك لردة فعل مصر في إطار عدوان تعرضت له مصر. هنا بيقول الرئيس طبعا صورة الرئيس جمال عبد الناصر يحذر بريطانيا وفرنسا. طالما جبت سيرة بريطانيا وفرنسا يا شباب يبقى ده العدوان الثلاثي، ويحمل الدولتين كل مسؤولية عن تعطيل الملاحة في القناة. ده مكتوبها تحتها بالأسود. تمام كده يا شباب. هنا بيقول المانشيت ده ردة فعل مصر في إطار عدوان تعرضت له مصر بسببها. طبعا مصر تعرضت للعدوان الثلاثي بسبب وقوفها مع فلسطين وتأميم قناة السويس ووقوفها مع شعب الجزائر. يبقى ندور على حاجة زي كده في الاختياري. يبقى طبعا ردها بكل قوة موقفها الداعم. يبقى نختار ألف موقفها الداعم لكفاح أحد شعوب شمال أفريقيا، طبعا اللي هو يقصد بها الجزائر. ركز معايا، موقفها الداعم لكفاح أحد شعوب شمال أفريقيا اللي هو وقوف مصر بجانب الثورة الجزائرية من القاهرة لمدة 8 سنين. الكلام ده حصل أيام حكومة جي مولي. 14 حركة علي بك، حلمي محمد علي، الشريف حسن بن علي عشان يعمل دولته المستقلة. القاسم المشترك بين المشاريع الثلاثة نشوف ايه الحاجة اللي تربطهم بينهم وبين بعض. هل نجاح أصحابها في الحصول على اعتراف دولي بدولهم؟ طبعا ما حصلوش على اعتراف دولي. بس ركز معايا، أنا عايز يكونوا هم الثلاثة حصل لهم نفس الحاجة. وقوع الصدام المسلح بين الثلاثة والقوات العثمانيين، ولا نجاح كل منهم في تحقيق طموحات، ولا كانت الإغراءات المالية وسيلتهم في تنفيذ مخططاتهم. طبعا علي بك الكبير محدش اعترف بيه دوليا، يبقى هو وقوع صدام مسلح بينهم وبين السلطان العثماني، سواء الشريف حسين في الثورة العربية 1916 أو محمد علي في الشام أو حركة علي بك لما طرد الوالي العثماني من مصر. يبقى هنا به هي مربط الفرس أو بمعنى صح وجه التشابه بين الثلاثة. 15 الغالب على موقف دول التحالف من المذكرتين العربية والصهيونية المقدمة إليهم في مؤتمر الصلح عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى. فهنشوف دول التحالف اللي هي الدول الأوروبية الكبرى، هل بيتعاطفوا مع الشريف حسين وأولاده، ولا التعامل بازدواجية حيال المذكرتين، ولا تجاهل المذكرة الصهيونية لحساب العربية، ولا محاولة التوفيق بين مطالب العرب واليهود؟ هنا المفترض بعد مؤتمر الصلح اللي اتعمل والعرب اتطنشوا فيه حصلت أحداث كثيرة. من ضمن هذه الأحداث الكتاب الأبيض الأول وحادث حائط البراق. طبعا حادث حائط البراق الأوروبيين أو إنجلترا كانت بتتعامل يعني بسوء مع العرب وكانت بتعامل اليهود معاملة رقيقة. يبقى هنا التعامل بازدواجية يا شباب يعني بوشين. السؤال رقم 16 بيقول جرت الانتخابات الرئاسية المصرية عقب الإطاحة بالنظام الحاكم المرفوض اللي هو 2013 محمد مرسي. طبقا للنصوص الانتخابات الرئاسية هتتعامل في مصر بعد 2013. سيبك من الأولى لأن الدستور المعلن عقب نجاح ثورة 25 يناير دي كان في 2012. البيان الدستوري في 2012، بيان القوات المسلحة 2013، ولكن الدستور الجديد اللي هو 2014. يبقى الانتخابات الرئاسية الجديدة اللي حصلت بعد ما مشوا النظام المرفوض سنة 2013 كان دستور 2014. يبقى هنا الإجابة رقم د. 17 يا شباب أمامك خريطة توضح خط سير الحملة الفرنسية. المعركتان الموضحتان هنا يا شباب لو ركزت شبرا خت وإمبابة. تمام. المعركتان دول جاءوا في إطار دعم المماليك لسلطة الدولة العثمانية، ما حصلش. سعي حكام الأقاليم لحفظ وجودهم السياسي، أيوة عايزين نحفظوا ماء الوجه. ولا التحالف بين المصريين والمماليك، ولا توجه الفرنسيين للسيطرة على الوجه القبلي. طبعا هنا سعي حكام الأقاليم اللي هم المماليك لحفظ وجودهم السياسي بعد ما أهملوا حماية الإسكندرية. السؤال رقم 18 بيقول
سار خلفاء محمد علي على خطاه، ولد محمد علي سار على خطاه في بناء القوى الذاتية. يستبعد من مضمون العبارة: هل وضع إطار لتطوير شبكة النقل والمواصلات؟ يعني الحاجة اللي هم ما عملوهاش. الاستعانة بالمصريين في إدارة البلاد، ولا المحافظة على السياسة التوسعية لدعم الحكومة، ولا إبقاء دور الحكومة في توجيه الاقتصاد؟ طبعا يا جماعة الحاجة اللي ما عملوهاش اللي هو إبقاء دور الحكومة في توجيه الأنشطة الاقتصادية. يعني بمعنى أصح هم ما خلوش الاحتكار يستمر، يعني ما عملوش زي الاحتكار، ما عملوش زي الاحتكار. السنة رقم 19 بيقول: ظهر الجيش المصري دورا مدنيا في القرن الأفريقي أبان عصر إسماعيل من خلال. يعني عايز أقول لك إيه هو الدور المدني. طالما جبت في الامتحان كلمة دور مدني يبقى تروح للي اختار الحاجة، أي حاجة يقدمها أي حد مساعدة للناس عادية. طبعا أكتر حاجة ساعدوا بها الناس لما علموهم الحدادة والبرادة، وطبعا صناعة الأقمشة. ده الجيش المصري اللي عمله فين في القرن الأفريقي وبالذات في الصومال، يبقى نقل بعض الصناعات اليدوية. 20 كانت بمثابة باكورة التوصيات الصادرة من المراقبين الإنجليز والفرنسي في مصر في الربع الأخير من القرن 19، يعني من 1875 وأنت طالع. إيه هي بداية التوصيات اللي عملوها المراقب البريطاني الإنجليزي والفرنسي؟ هل إلغاء لائحة المقابلة، ولا تشكيل المجلس الأعلى للمالية، ولا بيع نصيب مصر من أرباح القناة، ولا إحضار لجنة دولية لمعرفة أسباب العجز في الإيرادات؟ طبعا المفروض هنا إحضار لجنة دولية لمعرفة أسباب العجز في الإيرادات، ودي مهمة جدا يا شباب، دي مهمة جدا يا شباب. تمام كده؟ الصورة رقم 21 بيقول: الصورة التي أمامك هي إحدى حلقات الثورة العربية. طبعا دي مظاهرة عابدين الكبرى، ركز فيها. زاد الضباط الوطنيين من مطالبهم فيها عن مطالب مايو. طبعا في البداية لازم تبقى عارف مطالب مايو يا جماعة لله. كراسي المفاهيم معاك جوه اللجنة، لما تكون ناسي حاجة افتح كراسي المفاهيم وبص. مطالب مايو: أحمد عرابي طالب بإنشاء حصون جديدة وده مطلب عسكري، زيادة الجيش 18,000 جندي وده مطلب عسكري، وإنشاء مجلس نواب وده مطلب سياسي لأول مرة. طبعا إيه الحاجة الزيادة اللي عملها عن مطالب مايو؟ طبعا اللي هو تغيير قيادة السلطة التنفيذية، لأن جاء في مظاهرة عابدين طالب بعزل رياض باشا وتعيين شريف باشا أو تعيين وزارة وطنية، وطبعا كان هنا هنغير رأس السلطة التنفيذية اللي هو رئيس الحكومة يا شباب. السؤال 22 بيقول لك: حقق النظام الاقتصادي الذي تبناه والي مصر في النص الأول من القرن 19. طبعا النظام الاقتصادي الذي تبناه والي مصر اللي هو محمد علي نظام الاحتكار، لأن قال النص الأول من القرن 19 فائض في الميزان التجاري. طب محمد علي عنده زيادة كف في الميزان التجاري عشان محمد علي عمل حاجة مهمة جدا: قلل الواردات، بالعكس احتكر تجارة الواردات وزود الصادرات وحسن الإنتاج وزود الإنتاج. كل ده عمله محمد علي. يبقى هنا المفروض الإجابة احتكار الدولة لتجارة الواردات وزيادة الإنتاج. سؤال 23 بيقول: حاول مين الاستفادة مما تبقى من جهود المماليك لما أصلح الترسانة التي كان قد أنشأها مراد بك من قبل في الجيزة؟ طب الترسانة دي مالها؟ لصناعة السفن. طب الصنف للسفن، السفن هنا طبعا وسائل النقل. تمام كده يا شباب؟ يبقى هنا النقل يا شباب. 24 كانوا بمثابة حجر أسرة، يعني بالبلدي كده لقمة في الزور واقفة في وش أي حد مضايقاها. كان بمثابة حجر أسرة أمام إتمام المسار الدستوري المصري بعد منتصف العقد الثالث من القرن العشرين. طالما قال لك بعد منتصف العقد الثالث يعني 1920، 24 23 25 26. ينطبق مضمون العبارة على مين؟ طبعا على وجود بريطانيا في مصر أيام الملك أحمد فؤاد الأول. يبقى الإجابة هنا جيم يا شباب، الإنجليز. 25 عادت إنجلترا وفرنسا للتذرع بديونهما المستحقة على الحكومة المصرية في العقد 19 نتيجتها. إنجلترا وفرنسا رجعوا تاني يتكلموا على ديونهم في العقد التاسع من القرن 19، يعني من 1880 81 82 وانت طالع. نتيجتها فشلهم في التخلص من التجربة النيابية المصرية، ولا تزايد المطالب الفئوية، ولا تخوفهم من محاولات الضباط خلع توفيق، ولا تحول حركة الضباط المصريين إلى ثورة شعبية. أكتر حاجة خلت إنجلترا وفرنسا يتضايقوا ويخافوا على مصالحهم اللي هم يرجعوا يطالبوا بدينهم تاني. ليه؟ لأن ظهر لهم العو. مين هو العو؟ طبعا شريف باشا. شريف باشا ده كان حياة نيابية دستورية سليمة ومصرية، فكانوا هم متضايقين منه وخايفين منه. يبقى الإجابة ألف، فشلهم في التخلص من التجربة النيابية المصرية الصعبة. تمام كده يا شباب؟ السؤال اللي بعديه 26 بيقول لك: سورة لعمر المختار، سورة لعبد الكريم الخطابي. عمر المختار رقم 1 ده كان في ليبيا، ومحمد عبد الكريم الخطابي طبعا ده كان في المغرب يا شباب. محمد عبد الكريم الخطابي. يتمثل التشابه بين الزعمين الموضحين بالصورة إن الاثنين استخدموا القوى العسكرية في مقاومة المحتلين. المفروض نختار ألف. طب ليه ما خدناش ب؟
لأن ده عمر بيحارب إيطاليا، وعبد الكريم بيحارب محمد عبد الكريم الخطابي كان بيحارب فرنسا وأسبانيا في نفس الوقت. تمام كده. ولا كل الشخصيتان للدولة العثمانية. طبعا أصلا محمد عبد الكريم الخطابي المغرب لم تقع تحت الحكم العثماني. انتهاء كل شخصين إلى مصير واحد. لا يا جماعة، مفيش غير عمر المختار، هو يعتبر اللي اتعدم أمام أهل بلدته. تمام. 27. تشابهت الدواوين في عهد الحملة الفرنسية مع الدواوين والمجالس في عهد محمد علي فيها، كونهما مصدر السلطة العليا. طبعا لا، مصدر السلطة العليا كان محمد علي. مساهمة العنصر المصري في تمثيلهم، ولا منحت المصريين السلطة الفعلية والالتزام بمبدأ الفصل. طبعا الدواوين في أيام الحملة الفرنسية والمجالس والدواوين مع محمد علي كان فيها أعيان وعلماء مصريين، يبقى مساهمة العنصر المصري في تمثيلها. 28 يا شباب. نتج عن الموقف السوري الواضح من سياسة الانتداب على أرضهم أن اتفق الطرفان السوري والفرنسي على قيام جمعية تأسيسية. طبعا يا شباب، فرنسا اتفقت مع السوريين أن يبقى فيه جمعية تأسيسية، وكان غرض فرنسا من ذلك هل دعم المسار الديمقراطي، ولا إعطاء الشؤون حق تكرير المصير، ولا تهدئة الحراك الوطني السوري، ولا تخفيف الضغط الخارجي. طبعا فرنسا عملت كده عشان تهدي الثورة السورية، يبقى تهدئة الحراك الوطني السوري بقيادة سلطان باشا الأطرش. 29. لجأ المصريون للعلماء لتوسيطهم لدى محمد علي من أجل التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية اللي في 808. تمام. العلماء المصريين راحوا للعلماء عشان يروحوا لمحمد علي ويحاولوا يخففوا الضرائب المفروضة عليهم. استخدم محمد علي الحدث السابق، يعني محمد علي استغل أزمة فيضان النيل، انخفاض الفيضان فيها، في إن يخلي المصريين يتضايقوا من العلماء، يبقى هنا زعزعت ثقة المصريين في القيادة الشعبية. خدوا بالكم من دي. 30. وضعت إنجلترا سياستها الإدارية في مصر طبقا لمضمون القانون الأساسي الذي عده سفيرها في عاصمة الدولة العثمانية عام 83. يعني عايز أقول لك يا إنجلترا رجعت تاني تطبق القانون الأساسي بتاعها اللي عملته قبل كده، بس خد بالك اتعمل في 83 في بداية الاحتلال، وهتبتدي عادي إنجلترا تشتغل به تاني متى؟ أثناء الحرب العالمية الأولى. طب ده معناه إنها تشتغل به تاني، اللي هو يا شباب اللي هو تحصل فيه تغييرات بسيطة، يعني مثلا مصر مش هتبقى تابعة للدولة العثمانية وكده. الكلام ده لما حدث صراع دولي يبقى تلبد الموقف الدولي بقيام حرب عالمية، هي الحرب العالمية الأولى يا شباب. السؤال 31 يا شباب، لما يقول لك ايه السؤال 31؟ الدافع الاقتصادي، وركز على كلمة اقتصادي. الدافع الاقتصادي الحقيقي وراء التدخل الأجنبي في شؤون مصر أواخر عصر إسماعيل. الدافع الاقتصادي يا شباب اللي هو هل التنافسات الاستعمارية في شرق أفريقيا لدافع سياسي عسكري، التطلع للسيطرة على ممر ملاحي اللي هي قناة السويس، رغبة إسماعيل في تحقيق استقلال ذاتي، محاولات إسماعيل للتقرب من السلطان. طبعا الدافع الاقتصادي السيطرة على قناة السويس، ودي كانت من الأسباب الحقيقية للتدخل الأجنبي في شؤون مصر يا شباب، يبقى الإجابة هنا هتكون ب. 32. تلاقت إنجازات ثورة 23 يوليو مع إنجازات الإدارة المصرية في عهد الخديوي إسماعيل داخل القارة السمراء. إيه الحاجة اللي عملتها ثورة يوليو وعملها الخديوي إسماعيل في قارة أفريقيا اللي هو القرن الأفريقي؟ هل إدخال محاصيل، إعادة التقسيم الإداري، ولا إنشاء تجمعات عمرانية، ولا استغلال دور الأزهر؟ طبعا المفروض هنا ده استغلال دور الأزهر الدعوي والتثقيف اللي هو علماء الأزهر يا شباب، عملها جمال عبد الناصر وعملها إسماعيل. هنا أمامك صورة سؤال 33. أمامك صورة لأحد قادة حرب أكتوبر ساعد دورها المكلف به في الإعداد للحرب فيه. طبعا ده محمد عبد الغني الجامص يا شباب. محمد عبد الغني الجامص عمل حاجتين: اختار التوقيت المناسب للحرب، ودي مهمة جدا يا شباب، التوقيت المناسب للحرب نكتبها بس ثواني. وطبعا وهو كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. طبعا يا شباب الجامص هنا ساعد دورها المكلف به في الإعداد للحرب فيها. هل وضع خطة الخداع دي حتى المشير أحمد إسماعيل، ولا وضع خطة العبور المصرية، ولا إبراز كفاءة الجند المصري، ولا الضغط على المفاوض الإسرائيلي؟ محمد عبد الغني الجامصي اختار ركز معايا، اختار التوقيت المناسب للحرب. وكلمة توقيت مناسب للحرب يا شباب اللي هو الوقت المناسب للحرب اللي يقدر من خلاله يفاجئ الإسرائيليين بالهجوم المصري. تمام كده يا شباب؟ يبقى وضع خطة الخداع الاستراتيجي ولا وضع خطة العبور؟ طبعا هنا الإجابة هتكون يا شباب وضع خطة الخداع الاستراتيجي اللي هي ألف. ليه طيب يا شباب؟ لأن معروف إن هو والمشير أحمد إسماعيل كان لهم دور كبير في خداع إسرائيل. المشير أحمد إسماعيل خطط على الجبهتين المصرية والسورية، وطبعا محمد عبد الغني الجامصي اللي هو يا شباب اللي هو اختار التوقيت المناسب، وده من ضمن الخداع الاستراتيجي اللي حصل.
السؤال 34 بيقول أعاد الخديوي إسماعيل الزخم للمشروعات التنموية بمصر في النص الثاني من القرن 19 نتج عن ذلك. طبعا لما إسماعيل خلى المشروعات التنموية يبقى لها قيمة وفايدة كبيرة، نتج عن ذلك بدء فترة انتقالية، ولا تنبه الأوروبيين للتجربة المصرية، ولا تقلص المصالح الأوروبية، ولا تحقيق العدالة الاجتماعية. طبعا لما هو طور في المشروعات التنموية، ايه اللي حصل؟ خلى دول اوروبا تركز معاه وان هم يحاولوا يتخلصوا منه، خايفين لما محمد علي يظهر تاني سواء في التوسعات او في التطوير. يبقى هنا تنبه الأوروبيين للتجربة المصرية. السؤال 35 بيقول تغير وضع مصر القانوني بالنسبة للدولة العثمانية عقبها. وضع مصر القانوني إنه يبقى مش تابع السلطان العثماني. الكلام ده حصل لما بدأت الحرب العالمية الأولى وقامت بريطانيا بإعلان الحماية البريطانية على مصر. يبقى هنا جيم فرض الحماية البريطانية على مصر. سؤال 36 بيقول اختلفت المصالح في قارة أوروبا خلال الربع الأخير من القرن 19، يعني 1878 أكتر وقت كانت فيه مصالح دول أوروبا متخبطة ببعضهم. الكلام ده أدى إلى اختلال التوازن الدولي، اللي هو طبعا بدأت بروسيا والدولة العثمانية، بعد كده مؤتمر اللي هو معاهدة سان ستيفانو ومؤتمر برلين وكده. يبقى اختلال التوازن الدولي. يعني معناها إن أوروبا كان ممكن يحصل فيها حرب كبرى، بس حرب لا أهلية ولا محلية. حرب كبرى يا شباب يعني حرب بين الدول. 37 أسندت إنجلترا عرش العراق إلى فيصل ابن الشريف حسين بالرغم من موقفها الرافض لسيطرة أبيه. طبعا إنجلترا قبل كده رفضت مطالب الشريف حسين بن علي. طب متى الكلام ده رفضته؟ لما كان في مراسلات بينه وبين ماك ماهون. 38 أظهرت الدبلوماسية المصرية نجاحا فائقا أثناء حرب الكرامة اللي هي حرب أكتوبر من خلال الدبلوماسية، يعني معناها التفاوض والتعامل مع الدول الثانية. طب ده ظهر متى؟ ظهر لما دول أفريقيا اتعزلوا عن الكيان الصهيوني، يعني معناها مش هيقدموا مساعدات وقطعوا علاقتهم بمين؟ بإسرائيل 22 دولة، وكان سبقهم قبل كده 8 دول. 39 نجحت مصر في تدمير ثوابت العقيدة القتالية لإسرائيل خلال حرب أكتوبر، تمام، والتي تميزت بها خلال حروبها السابقة من خلال تدمير كل مطارات إسرائيل، ولا قدرة الدفاع الجوي المصري، ولا تحقيق التضامن العربي، ولا حصار إسرائيل عسكريا. طبعا أكتر حاجة دمرت العقيدة القتالية لإسرائيل اللي هم كانوا شايفين إن القوات الجوية بتاعتهم مفيش حد زيهم. طبعا اتنفخوا في 3 ثواني. يبقى قدرة الدفاع الجوي المصري. 40 أمامك صورة للورد ميلنر. طبعا كلنا عارفين ميلنر اللي كان جاي يتفاوض مع المصريين علشان الحماية البريطانية والكلام ده كله. أمامك أحد الساسة الإنجليز في بدايات القرن العشرين، والذي فشلت مهمته بسببها إن في وعي عند المصريين وكانوا بيسمعوا كلام سعد زغلول وعبد الرحمن فهمي إن هم ما يتفاوضوش مع حد، وتكون التوكيلات اللي اتمنحت لسعد هي الفاصل في الكلام ده كله، يعني سعد هو اللي يتفاوض مش هم. هل تمسك المصريين آنذاك بفكرة الجامعة الإسلامية؟ ما كانتش موجودة، لأن الكلام ده بعد الحرب العالمية الأولى بكثير. التفاف الشعب المصري حول زعامته السياسية، ولا قبول الشعب المصري بالوضع السياسي آنذاك، ولا اعتراف إنجلترا باستقلال داخلي وخارجي مصر؟ طبعا التفاف الشعب حول زعامته السياسية اللي هو سعد زغلول، بن قاسيان عبد الرحمن فهمي طبعا سكرتير لجنة الوفد المركزية اللي هو خلاهم يرفضوا التفاوض مع ميلنر، وإن التفاوض يكون مع الحكومة مع سعد زغلول. 41 أثناء الحرب العالمية الأولى تعدت إنجلترا على الحياة النيابية. أول ما يجيب لك سيرة حياة نيابية في الحرب العالمية الأولى وفي مصر يبقى تروح للسلطات التشريعية، يبقى منع انعقاد الجمعية التشريعية. 42 أثر التضامن العربي بصورة جلية في قرارات الدول الأوروبية أبانها. التضامن العربي يعني معناها مش هنبيع بترول لأي حد يقف مع إسرائيل في الحرب، تمام، يبقى حرب أكتوبر 73 خلوا دول أوروبا تمنع الطيارات بتاعت أمريكا إنها تنزل في المطارات بتاعتهم، وكمان ما قدموش مساعدة لإسرائيل، حلو كده عشان مصلحتهم. 43 تشابه موقف الأمم المتحدة من الأماكن المقدسة في فلسطين. طبعا الأماكن المقدسة اللي هي القدس وضعت تحت إدارة دولية في 47 اللي هو قرار الأمم المتحدة. تمت تتحطها الثاني في إدارة دولية في مؤتمر أو اتفاقية سايكوس بيكو. 44 أول من تولى حكم مصر من الأسرة العلوية بدون فرمان من الدولة العثمانية، يعني بالبلد كده مين اللي تولى حكم مصر؟ مش السلطان اللي عينه، يعني حد تاني عينه. طبعا حسن كامل لما عينت إنجلترا يا شباب أثناء الحرب العالمية الأولى. أجب عما يأتي. 45 ظهرت نظرية توازن القوى بعد حروب الثورة الفرنسية، وتعني ألا تزيد قوة دولة عسكريا عن غيرها، تمام، يعني معناها محدش تبقى قوته أكبر من التاني أو يعمل حاجة عكس التاني. اثبت صحة النظرية السابقة على حدثين تاريخيين مرتبطين بمصر في القرن 19. طالما قال لك مصر بس والقرن 19 يبقى تجيب مثالين ينفع مع مصر بس.
ايه هي نظريه توازن القوه؟ يعني تدخل ضد قوه. نكتب مثلا تسويه لندن 1840 اللي هم عايزين يقضوا على محمد علي عشان شايفين ان قوته زادت عليهم، اللي هو التوازن الدولي. وممكن نكتب مؤتمر الأستانة برضه يا شباب، علشان فرنسا كانت خايفة من زيادة نفوذ إنجلترا في مصر. يبقى مؤتمر الأستانة وتسوية لندن. تسوية لندن أيام محمد علي في القرن 19، ونفس الكلام مؤتمر الأستانة في القرن 19. بدأ بس الأستانة في النص الأول، وأنا آسف تسوية لندن في النص الأول من القرن 19، والأستانة في النص الثاني. 46 جنت مصر ثمار السياسة الخارجية لثورة 23 يوليو عربيا وإفريقيا. دلل على صدق العبارة يكتفي بذكر اثنين. طبعا عربيا اللي حصل تضامن عربي ان هم يمنعوا يصدروا البترول لاي دوله عربيه، لاي دوله اوروبيه تساعد اسرائيل. وافريقيا 22 دوله من افريقيا قطعت علاقتهم باسرائيل. يبقى ادي المثالين اللي ينفعوا مع دول وحصلوا في حرب اكتوبر 73. ركز، عايزك تركز، عايزك تصحصح، عايزك تركز مع الاسطوره ابو مهران، وتخليك دماغك كده فايقه ورايقه. التاريخ ماده جميله، وباذن الله باذن الله الكل هيجيب فيها مجموع كبير. ما تنسناش بالاعجاب على الفيديو، ما تنساش في الاشتراك في القناه، ما تنساش تقول الحمد لله على كل حاجه تيجي، لان كل خير من عند الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.